جبتكم مدينة دورتموند. خلينا نشوف دورتموند انا وياكم سوا. شوفوا شلون كرة حلوة مسوين هنا. باعوا هاي مال اليورو، بطولة اليورو اللي صارت اخر شيء. ما شاء الله، اللهم صل على محمد. لوز مو دولمة. خبل. وحتى المقاعد مال الملعب هم حاطين هنا يعني كديكور. شلونكم يابا؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله مرتاحين. اليوم قررت اجرب البايسكل اللي اشتريته. صار لي اسبوعين مشتريه ولا ركبت بيه لان ماكو مجال والله. اليوم يوم الاحد اطلع عندنا فتروح السيارات، فقلت خلي اجربه نطلع بيه مسافه كيلوين 3 واخذكم وياي وراويكم المكان اللي راح اسوق بيه البايسكل. هذا الشارع خطر لازم نعبره مشي، ما يصير سياقه على البايسكل. طبعا بيتنا صاير من هذا الاتجاه هناك. هذا الشارع اللي هسه عبرته، وهذا طريق مخصص فقط للبايسكلات. هسه انا وياكم نروح. اعرف صوت هوا. طبعا هذا الشارع اللي يؤدي الى بيتنا خلصت تقريبا 3 كيلومترات. تروح السيارات بس وقفت على هذا المكان. شوفوا هاي ارض مو عدله، هاي يعني صاعده هيجي وكلها مزروعه. هاي كلها مزروعه. وطبعا هذا الجبل همين كله، شوفوا ذنيك اشجار المعمره كلها اشجار عاليه. وهسه راح اوديكم على شغله هناك كلش حلوه. طبعا السايد الثاني ايضا هو كله اشجار وجبل او تلال، فالشارع هو مسوينه بالوادي. يعني مختارين المكان المسطح العدل ومسوين به الشارع. شوفوا لي جمال المكان. المكان اللي ردت اجيبكم عليه هو هذا المكان. شوفوا هذا مكان او موقع راح ينصبون به هذا التوربين مال الرياح اللي يشوفونه دائما بالمانيا وبهولندا وبدول الاوروبيه كلها جميعا. يعني كلهم عندهم هاي التوربينات. هاي تولد الطاقه الكهربائيه، يسموها الطاقه النظيفه. فشوفوا حجم الكرين اللي جايبيه حتى يرفعها. طبعا بالكاميرا يبين الحجم كلش صغير. وشوفوا المروحه الواحده او الريشه مال المروحه طولها تقريبا شو اقول لكم 60 70 متر. بالكاميرا ما مبينه. يعني انتم شوفوا حجم التريلا هو ايش قد اكبر من التريلا. فهاي ينصبون بكل مكان حتى تولد الطاقه الكهربائيه وتكون طاقه نظيفه يعني بدون تلوث بيئي. يعني شوفوا حتى عمليه النقل مالتها، عمليه النقل كلش صعبه. يعني جتي سيارات هوايه هنا انترست، وحتى سووا هذا الموقع كله فرشوله مثل البلاستيك المضغوط القوي، فرشوا الارضيه كلها حتى ينصبوهن هنا. فالعمليه معقده كلش. يعني لو حكومتنا مثلا نجيب لها من هاي المولدات التوربينات اعتقد سعر الوحده هي مليون يورو. يعني لو ناصبين بكل محافظه كذا توربينات كان انحلت مشكله الكهرباء صراحه. وعلى طاري النقل، طبعا اللي يحب ينقل اغراض من المانيا او من اوروبا عامه الى العراق وبالعكس العراق وسوريا ومن العراق الى كل البلدان الاوروبيه، احنا عندنا مكتب مال نقل. اللي ما يعرف يعني بس اغلبيتكم يعرفون، عندنا مكتب مال نقل. تحبون تتواصلون ويانا راح اخليكم على الشاشه ارقام التواصل يعني ويانا او ارقام المكتب، وراح اوديكم للشركه الرئيسيه اشوفكم شلون تكون عمليه النقل والمخزن. يعني اوديكم للمخزن الرئيسي وادخلكم بالاداره واراويكم شلون نسوي كودات. يعني راح اشرح لكم كل شيء بهذا الفيديو. هذا اللي مهتمين بموضوع النقل. طبعا اكو عروض للتجار اللي يشتغلون يعني جمله، وطبعا اكيد الزبائن اللي موجودين عندنا واكثر اللي نقلوا يعني يعرفون النقل او عمليه النقل مالتنا شلون. فخلوا نروح وين؟ نروح لهانوفر، نروح للشركه الرئيسيه ونراويكم شلون تتم عمليه نقل البضائع.
هذا هو موقع الشركة. هسه راح ندخل للمخزن اراويكم البضائع شلون يعني تنقل عن طريق شركتنا. هاي طبعا سيارة جتي هسه وصلت راح تتحمل البضائع. يعني كان عندنا سيارة واحدة بالاسبوع، هسه صارت ما شاء الله سيارتين. خلينا نراويكم المخزن من جوا. طبعا الوكلاء يجيبوا الغراض عن طريق السيارات، تجي تتفرغ هنا وتتفرغ بالمخزن اكيد. هذا هو المخزن، شوفوا ما شاء الله كبر المخزن وكمية البضائع اللي تنقل عن طريق شركتنا. شوفوا يابا خير من الله. هاي بضاعي انا جبتهن ذني راح ينقلن ان شاء الله. يطلع من تطلع السيارة ان شاء الله 10 ايام 11 يوم هي بالحدود توصل. هذا كبر المخزن. طبعا تجي بضائع من كل الدول، يعني هسه هاي بضائع جت من الدنمارك، تجي من السويد، تجي من جميع البلدان. طبعا الشركة متوفر يعني الكرتونات، خاف عنده احد مثلا يريد ينقل اغراض وكرتون ما عندنا، احنا نقدر نوفر له الكراتين الموجود بالحجم الصغير اللي يرهم على موبايل، الحجم الوسط اللي يرهم على اللابتوب، وباقي الاغراض يعني. وهذا الحجم الكبير هاي الكرتونة، وكرتونة تكون قوية. يعني شوفوا الزبائن قاموا يطلبون من عندنا وينقلون بيهن، لان كرتونة قوية توصل غراضكم كل شيء ما عليها. خليني اراويكم الثخن مال الكرتونة. شوفوا طبقتين قوية كلش. راح نشرح لكم شلون احنا ننقل عن طريق التتبع. يعني احنا الشركة مالتنا النقل مالتها يكون عن طريق التتبع. نعطيكم رابط تدخلون هذا الكود اللي هو هذا مثلا، شوفوا هاي النور اوفيس هذا مالتنا. نعطيكم هيجي طلع لي اللوجو استاذ سهم بلا زحمة عليك. اي نعطيكم هيجي ستيكر. هذا الستيكر شوفوا هسه هاي النور يعني مالتنا. هاي 360 يعني رقم الباكيت. مثلا المحافظة هنا اربيل على سبيل المثال، يعني عدد الكراتين هو 7. فنعطيكم كود هذا ستيكر، مو كود العفو. الستيكر هذا تطبعوه وتلزقوه على الكرتونة. بعد ما تلزقوه على الكرتونة من يوصلنا للمخزن احنا راح نعرف هذا الباكيت مال من، بس نسوي له سكن. شوفوا يعني هسه هذا طريقة التتبع. مثلا هسه هذا الكود دخل يوم 8/8/2024 الساعة بالوحدة و18 بالليل. هاي البارحة اسوي به لان اريد اجي هنا. والمقرر تنطلق هي يوم 8/8. يعني شفتوا السيارة اللي واقفة، فالمقرر اليوم تنطلق هاي الشحنة. وهكذا يعني شغلة بسيطة. هسه نجي نشرح لكم على الكو ار كود مال الدي اتش ال. شوفوا روزا كارغو هاي هي الشركة الام اللي احنا متعاونين وياها. منا نختار البلد. مثلا انتم وين؟ بالدنمارك، بلغاريا، المانيا، فرنسا، ليتوانيا، اي دول اوروبيه. يعني كل دول اوروبا احنا نسوي لكم كود، بس اكيد كل دوله لها سعر معين. يعني المانيا سعر الكود مالته 10 يورو. اكيد يعني مثلا بلجيكا وهولندا يكون غير سعر، فنلندا غير سعر، يعني ايطاليا غير سعر، وهكذا. نحط المعلومات مالتكم هنا بالسيستم وندزل لكم الكو ار كود. انتم بس تروحون على اي مكتب مال دي اتش ال تراوهم الكو ار كود، او انتم تطبعوه وتلزقوه على الباكيت اذا عندكم طابعه بالبيت. شغله اسهل من عندها ماكو. شوفوا هسه هاي بالمقلوب صار، يعني لان الشاشه ما تعرضها كله، فهذا هيك يطلع لكم. مثلا هذا اسم الزبون وهكذا من دازه من يا مكان توصل. بس هم بدي اتش يسوي له سكانين وانتهى الموضوع. بعد انتم طلعت من ذمتكم. يابا واليوم الثاني طبعا جبتكم مدينة دورتموند. خلينا نشوف دورتموند انا وياكم سوا. انا جايها مرتين يمكن. مرة يعني قديمة كلش قبل 8-9 سنوات، يعني نازل بيها بالبانهوف، بس افوت من يم دورتموند بالسيارة. بس خل اراويكم هنا هاي الكرة اللي مسويها، هاي مال البطولة اللي صارت اخر شيء. شوفوا شلون كرة حلوة مسوين هنا. باعوا هاي مال اليورو، بطولة اليورو اللي صارت آخر شيء بألمانيا. فملعب دورتموند هو احتضن كثير مباريات، وهنا مسوي مثل الملعب صغير، فشي كلش حلو. هذا هو البانهوف مال مدينة دورتموند، وهاي الجهة اللي مقابل البانهوف.
هنا اكو شارع بسوق كلش كبير. وهاي هنا مال بطولة كأس العالم 1992 من اخذتها المانيا، وهاي بالسويد، وهاي 1996 بانجلترا من اخذوا البطولة مال كأس العالم، وحاطين هنا ذكريات حلوة. هذا معرض فريق نادي دورتموند او محل يبيع ملابس نادي دورتموند. شوفوا هاي العلم مال نادي دورتموند، وهذا هنا المحل. رمز الفريق هو بي فاو بي باللغة الألمانية، الفي ينقري فاو. شوفوا هذا الدريس الحالي مال نادي دورتموند، وهاي الملابس، بس القماش رهيب رهيب، اشكال عندهم، حتى يعني الدعايات على كل شيء، حتى احذية كرمون مال الاطفال مال نادي دورتموند عليها العلامات. شوف التيشيرتات كلش حلوة. نشوف ايش قد سعر التيشيرت. هذا 30 يورو زين، هذا زين 30 يورو، قماش قطن. هاي الطوبات، حتى نساتل وحلويات كلها الرمز مال نادي دورتموند بيها. هذا التيشيرت او الدريس سعره 40 يورو، كلش حلو، لون اسود. وهذا الدريس سعره 70، والدريس الحالي مالتهم سعره 100 يورو. فشي روعة روعة بصراحة، حتى كوشات مخدات مدري شنو كلش حلو. وحتى المقاعد مال الملعب هم حاطين هنا يعني كديكور، كلش حلو. هذا هو المحل من بعيد. ما حد يريد يزور المحل مال نادي دورتموند، هذا البانهوف مقابله، هذا هو مقابله بالضبط، صف الدرج. مدينة دورتموند مثل ما شفتوها كلش حلوة. هسه رجعت للبيت ومريوم مسويت لي الأكلة اللي أحبها. يعني واحد صراحة يحمد الله ويشكره. ليش؟ من يكون عنده مرة نظيفة وشاطرة، والرجال من يرجع للبيت يلقى لقمته جاهزة. أكيد الرجال أهم شيء هي معدته. معزلة، هم معزلة اليوم. معزلة من البيت كله ما شاء الله. تعال والله خلينا نشوف الدولمة. يلا نادى اسوي زلاطة ويا الدولمة، مو زلاطة، بصل وزيت الزيتون ومعدنوس. ايه يلا بسم الله، مستعدين؟ فرقعت لها. تعال شوفوا ما شاء الله ما شاء الله. لفيتها على اللايف بالفيسبوك. طبعا اللي مو عراقيين ويانا يعني بالقناة، تحية لكم. حاولوا تشوفون الفيديوهات مال عالم ام مريم، يعني قناة زوجتي اللي اسمها عالم ام مريم. شوفوا طريقة الدولمة شلون نسويها احنا وشنو المكونات مالتها. واكو فيديو كلش حلو سويناه تقريبا قبل سنة ونص او سنتين ويا امينة المغربية صديقتنا هي ورشيد زوجها، نوجه لهم تحية. فروحوا شوفوا الفيديو مال الدولمة كلش حلو، اكيد راح يعجبكم. ولهنا حبايبي راح اقول لكم مع السلامة. بس شنو لا تنسون تخلون لايك وشاركونا المقطع وشوفوني فيديوهات جديدة. بس شنو بعد شوي راح اعطيكم الرأي مال الدولمة نجرب نسوي. وشنو الشاي هنا فتحنا القوري، شاي والهيلات بيه ومحضرين له الشمعة انهدرة حتى ورا الدولمة شاي يعني معدل وياها طرشي، وعالقين هاي المبخرة على مود شنو تبخر الجو. عافية. هسه قلبناها للدولمة ما شاء الله. اللهم صل على محمد. لوز مو دولمة. خبل حطيت جواها الضوء مو؟ ايه عاشتي اليوم بالقاع.